كان يا مكان أيامنا أيام زمان، نصلي على النبي ونبدأ الكلام في مش بودكاست لما وفوانيس. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في الخارجة معانا. لما وفوانيس وعيال بتهيس. حكيت لي بقى الفوازير بتاعت الراديو، حكي لي بقى فوازير التلفزيون. طيب بص يا سيدي، بعد نجاح الفوازير في الراديو سنة 67 ثلاثي أضواء المسرح عملوا فوازير قعدوا فيها 67 و68 لحد سنة 70، كان بيكتبها لهم بينهم التونسي. هنط لك بقى نطة عشان أجيب لك سيرة مدام جبنا ثلاثي أضواء المسرح وهي كانت أبيض وأسود. أقول لك بقى بعد كده جينا في سنة 82 سمير غانم هو وفهمي عبد الحميد اخترعوا شخصية اسمها فطوطة، شخصية معروفة طبعا دلوقتي جدا، وعملوا فطوطة وسمورة وعملوا ليهم فوازير لمدة 3 سنين. سنة 82 عملوا الشخصيات، ودي كانوا بيتكلموا على شخصيات ويقول في آخر الفزورة يقول اسم الشخصية بس بالمقلوب. و83 كان فطوطة مخرج وعملوا عن الأفلام، و84 كانت عن المعلومات العامة. هحكي لك بقى أقول لك بعد كده مين عمل الفوازير، بس أشرب شاي لأن صوتي بايظ. شاي صوت. ما تنسوش تدعوا لهم. سلام. لما وفوانيس وعيال بتهيس 30 يوم في